السلام عليكم. طبعا اول ما بفكر اصلا اعمل فيديو بلاقي كل الكوارث وكل المصايب وكل العيال اللي نايمه صحيت والناس اللي ما مش عارفاني اصلا افتكرت وجت ورنت حاجه كده غريبه، واللي يرن على الموبايل واللي يرن على البيت واكن خلاص فجاه بقيت مهمه وفجاه كله عايزني وفجاه كله صحي وكله موجود، مع ان كانت الدنيا هاديه خالص والجو مريح والجو مناسب. بس الحمد لله. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بقالي كتير، بقالي زمن اصلا، زمانكم نسيتوني. بس الظروف بقى والعيال والجو ده. المهم طبعا بمناسبه الحر الرهيب اللي احنا فيه ما ينفعش اطلع ما اتكلمش عن الحر والنقاب والجو الصعب ده، بالذات ان في ناس للاسف في امتحانات دلوقتي ومضطره ان هي تنزل ومش بمزاجها يعني. اللي ملوش اللي مش يعني يقدر يقعد في البيت او ما عندوش شغل او ما عندوش حاجه بيقعد، لكن للاسف في ناس عندها شغل وفي ناس عندها دراسه وامتحانات، وربنا يعينهم يا رب وربنا معاهم وينجح الجميع. ربنا ينجح الجميع. آه طب طبعا بالنقاب الموضوع بيبقى مش صعب، اصعب مما يمكن يعني. اللي ماشيين عادي خالص من غير اصلا طرحه بيبقوا تعبانين في الحر، فما بالك اللي لابسين نقاب، فالموضوع بيبقى صعب قوي. يعني انا كنت عملت قبل كده فيديو عن النقاب برضو والصيف، بس في حاجات كنتش قلتها وفي بنات برضو بتسالني، وفي بنات بيبقى يعني لسه لابسه النقاب جديد فبيتصدموا من الموضوع ده. دي برضو نصيحه من ضمن الحاجات اللي جت في بالي، ان البنات اللي لسه بتفكر او ممكن تلبس نقاب او لسه متردده او لسه مش عارفه ايه وكده، ما تاخدش القرار ده بجد في الصيف، لان هي هتتعقد، لسه حاجه ما اتعودتش عليها ولسه اصلا بتتاقلم على كذا حاجه، على الطريقه وعلى مثلا كتمه النفس شويه، او انها تظبط من عند العين واللبس، لسه بتتعود. فتلاقي الحر لا هتتصدم وممكن تعقد من الموضوع خالص وللاسف ممكن تقلعه. فانا من رايي دي حاجه بس بره الفيديو، اللي هتكون عايزه تلبس النقاب يا ريت لو هتاخدي القرار او لسه ما مستقرتيش، خدي القرار ده في الشتاء. اول الشتاء معاكي طول الشتاء هتتاقلمي عليه براحتك، تكوني تعودتي حتى لما يجيلك الصيف تكوني اوريدي خلاص تعودتي على حاجات كتير في النقاب. لكن ما تاخديش كله مره واحده، يعني مش كله على بعض. لكن صيف مع حر ونقاب ولسه ما خدتيش عليه هتتخنقي بصراحه يعني. لكن لما تكوني خلاص اتعودتي وفي ألفة بينكم وعارفه بتكوني حاسه ان هو خلاص جزء منك، فلا يعني هتبداي تتغاضي عن الموضوع، تبقي مستحمله شويه، عكس ما تكوني لسه اصلا مش واخده عليه. شويه حاجات كده يعني تركزوا فيها طبعا لو لابسه نقاب. لو بتلبسي الوان او انت بطبيعتك عندك الوان بتلبسيها، يبقى الاحسن تبعدي عن الاسود خالص لو انت خارجه بالنهار، لانه هو يقال، انا ما اعرفش المعلومه دي صح ولا لا، ان هو بيسحب الشمس جامد نعم. جودي بصلي بصه ايه، كمل ولا لا؟ فبيقولوا ان الاسود بيجذب اشعه الشمس اكتر وبيحررك اكتر، فالالوان الفواتح اكتر الوان كويسه في الصيف بالذات بالنهار. فيعني حاولي لو بتخرجي بالنهار او كده خليها فواتح لو انت واخده عليها او بتلبسيها. في طبعا ناس مش واخده عليها اصلا ومش ما بتلبسش الوان، او زي حالاتي بتقعد تجيب في الوان وبرده بتركنها وما بتلبسهاش. بس لا، ضغطت على نفسي والفتره الجايه لا هلبس الوان، مش فواتح يعني وحاجات اوفر برضو، بس يعني في الوان عاديه يعني. وبعدين احنا كنا فاهمين حاجات كتير قوي غلط في الدين، وفاهمين ان اللون الاسود هو الكويس وهو احسن لون وهو كذا. بعدين لقينا لا، الموضوع مش كده خالص، وتفاصيل كتير كده ممكن ابقى اكلمكم عنها بعدين. وعادي اي لون لو يعني مش فاقع يخلي حد يبقى شكلك مستفز وانت ماشيه، مثلا مش لابسه لون احمر، مش لابسه لون فوشيا فاقع، لا يعني تبقى درجات عاديه هاديه، حتى لو فاتحه عادي بس تكون هاديه، ما تبقاش مستفزه للعين. كل الحكايه انت ما تبقيش ملفته كده، تبقي ماشيه منوره في الشارع، بس دي الفكره. ده غير بقى ان هو لا يصف ولا يشف. فالحاجات بقى بالنسبه للصيف طبعا اهم حاجه طبعا الشاور ده كده لا غنى عنه، احنا اصلا بناخد شاور 5000 مره في اليوم. تستخدمي مزيل عرق كويس، يكون نوع كويس. لو مش عايز مش معاكي او مفيش امكانيه تجيبي نوع كويس او اي حاجه، كلنا عارفين الشابه، استخدميها كويسه. وانا مش شايفه ان هي مضره زي ما في ناس بتقول، لا يعني كانوا اهالينا كتير بيستخدموها وما فيش منها ضرر. ممكن يا جوزي يا حبيبتي تقعدي هنا كده، ممكن لو سمحتي، احنا ناس محترمه وبنسمع الكلام. حاجه كمان، عمر كمان صحي.
اهلا. ده بيبقى حلو قوي في الصيف، يعني خلوا العبايات دي للصيف. في دريسات برضو قماشات خفيفه طالعه جديده، والفسكوس طبعا والحاجات الخفيفه دي حلوه قوي 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 في الصيف. بس تركزوا ان هي لو شفافه تبقي لابسه بطانه من تحت. البطانات بقى اللي هي مش بننفع نخرج بيها التلبيسه يعني، اللي هي بتبقى اسمها مش عارفه اسمها قطن ولا اسمها جيل، بتهيالي قطن، بتبقى ناعمه قوي على الجسم ومش بتحسسك بحاجه. برضو دي لو لابساها ولابسه فوقيها دريس شيفون مثلا، ده هيبقى حلو برضو خفيف. الحاجات بقى الخفيفه الفسكوز، الحاجات زي بقول لكم العبايات الخليجي دي بتبقى خفيفه، وطبعا بتبقي لابسه معصم مش هتستحملي ان انت لابسه بادي، تبقي لابسه معصم من تحت، والموضوع بيبقى لطيف، تحسي كده الهواء داخل لك من كل حته. ده غير طبعا ان انت لو ما عندكيش ضروره اوعي تنزلي، اوعي تنزلي الشارع في الحر اللي احنا فيه ده بالنقاب، اوعي، خليكي قاعده في بيتك معززه مكرمه. عايزه تنزلي اخلي مشاويرك كلها بالليل. لكن انا بتكلم في الحالات اللي هم مضطرين، يعني اختي اصلا في الامتحان دلوقتي، فادعوا لها ربنا يكون كرمها كده ويكون سهل لها. مثلا اي عصير انت بتحبيه وحطي فيه التلج. في بنات بتقول على شاي كده بأطعمه معينه برضو بيتشرب ساقع، ممكن تعملي كده وتحطيه في ازازه معاكي. لا يا عمر ما تمسكش الموبايل، ماشي، خليك شاطر. فاي حاجه، اي عصير معاكي حاجه كده ترطب عليكي وتكون ساقعه. والميه انا رايي بقى، يعني ده انا بحب كده لما اكون يعني عايزه ميه تشتريها من الشارع احسن، لان انت حتى لو خدتيها تلج مثلا وانت راجعه هتكون خلاص ما هي ساحت وفكت وسخنت وكل حاجه، فانت كده كده هتشتري، فليه تشيلي بقى معاكي وليه يعني هتشيلي ليه بدل ما تشتري؟ فانت لما تشتريها تبقى ساقعه احسن. انت لو معاكي عصير هيعوضك شويه وهيكون متلج، وعلى ما يفك تشتري بقى ازازه ميه تشربيها ساقعه وبتاع، بدل ما تحسي ان انت واخده مليون ازازه. بس يا بابا، بس يا حبيبي، لا ما احنا هنقضي بقى الفيديو بس يا بابا. بس يا حبيبي، اهم حاجه تركزوا فيه القماشات تكون خفيفه، القماشات تكون القماشات الطريه دي بس يا حبيبي. فتكون حاجات واسعه، الواسع بيفرق والله جدا. يعني احنا المفروض في العادي نلبس واسع، لا لا ارجع كده، ارجع بس هنا، ارجع بس هنا، اسكت. انا مضطره اقفل الفيديو مضطره اقفل، حتى مش عارفه اجمع بقيه الافكار، مش عارفه اعمل اي حاجه. عمر تعالى هنا. فانتوا اديكوا شفتوا انا ما بطلعش ليه، يعني شفتوا بعينكم انا ما بعملش. كان قصدي اعمل فيديو محترم وابن ناس ومحتوى وبتاع. اول الفيديو يعني دي كانت نيتي. الفيديو قلب بقى وبقى مهرجان في الاخر بقى مهرجان ومش فاهمه يعني وصل لفين. عمر تعالى كده، هتطلع بالداخلي كده قدام الناس. بس يعني ايه، اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه، والسلام عليكم.